يا صباح الخير، ايه رأيكم نعمل نوعين من الكوكيز بعجينة واحدة والمكونات والطريقة بجد ولا اسهل؟ في الطبق ده حضرت كوبايتين وربع من الدقيق المنخول. انا استخدمت دقيق متعدد الاستخدامات، نص معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر، نص معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج صودا، ورشة من الملح. وفي شفشق الخلاط حطيت كوباية الا ربع من الزيت، كوباية الا ربع من السكر، وبيضتين، ومعلقة كبيرة من الفانيليا. اضربهم مع بعض كويس جدا لغاية لما القوام يبقى كريمي، وهنزل بيهم على المكونات الجافة. ولما اقلبهم مع بعض كويس جدا هلاقي قوامهم بقى سائل، وهو ده المطلوب. هاخد نص الخليط ده في طبق تاني، وعلى النص الاولاني زودت معلقتين كبار مليانين من الدقيق، ممكن تحتاجي اكتر. المهم ان انت هتفضلي تلمي باطراف صوابعك كده لغايه لما تتلم معاكي عجينه تكون ملمسها ناعم ومش بتلزق، وهتغطيها وتسيبيها على جنب. وعلى النص التاني من العجينه هزود معلقتين كبار مليانين من الكاكاو الخام الغير محلى، وهلم برده العجينه باطراف صوابعي لغايه لما تتكون معايا عجينه تكون طريه ومش بتشقق ولا بتلزق. العجينه دي مش بترتاح في التلاجة، وهيكون حجم الكوكيز زي ما انت عايزه. انا عملتها ميني كوكيز. هترصيهم في صينيه مدهونه بالزبده، وهتدخل على الفرن ساخن مسبقا على درجه حراره 170 في الرف اللي في النص، وبس كده.